اليوم شفت فيلم مايكل وهذا رايي عنه وبدون مجامله وبدون حرق طبعا. احفظوا الفيديو لان بعد شوي راح تقول وين. الفيلم يتكلم عن قصه مايكل جاكسون من بدايته لين صعوده، بس خلني اقول لك من البدايه، هذا مو فيلم سيره ذاتيه عادي، هو اقرب لتجربه موسيقيه اكثر من انه قصه متكامله. اللي شدني فعلا هو الاداء. جعفر جاكسون اللي جسد شخصيه مايكل داخل في الشخصيه بشكل يخوف الصراحه، حركاته، صوته، حضوره، تحس فعلا انك قاعد تشوف مايكل. حتى اللي جسد شخصيه مايكل وهو صغير قدم اداء قوي جدا. بس خلني اكون صريح، المشكله الكبيره كانت في الكتابه. الفيلم يمشي من لحظه للثانيه بدون ما يعطيك عمق كفايه، قفزه ورا قفزه، تحس كانك قاعد تشوف بس اجمل اللحظات بس بدون رابط قوي بينهم. وفي نقطه ثانيه واضحه، الفيلم اختار انه يكون امن، ما يدخل في الجوانب المعقده، فقط اعطانا رؤوس اقلام وما اعطانا كل شيء بعد. يعني كنت اتمنى اني اشوف هالشيء، لان انا كحسين ما اعرف مايكل جاكسون وايد، واحس ان حياه مايكل جاكسون وتاريخه في صوب والفيلم في صوب، وهذا الشيء اللي خلاه سطحي شوي بالنسبه لي. بس في نفس الوقت بصريا الفيلم قوي، وحتى الاغاني والمشاهد والاجواء كلها حلوه وفعلا تعطيك احساس انك داخل عالمه. بالنسبه لي فيلم ممتع، خصوصا لو كنت فان لمايكل جاكسون، بس كقصه وكتابه كان ممكن انه يكون اقوى بوايد، وهذا اهم شيء بالنسبه لي صراحه كفيلم، لانه حرفيا تحس ان الفيلم فارغ. روح شوف الفيلم وعطنا رايك تحت عقب، ممكن الفيلم يعجبك. الفيلم راح يكون متوفر في جميع صالات السينما اليوم. وبس والله، الى اللقاء.